تلاقي معاك سامسونج وما تعرفش التلات مميزات اللي انت لازم تعرفهم، تعمل فولو وتعاين. ميزة هتيجي على الضغط، وبعد كده هتنزل هتلاقي حاجة اسمها البطارية والعناية بالجهاز، وبعد كده هتنزل ان هو هتلاقي حاجة اسمها التحسين التلقائي. اول ما توصل هنا هتيجي على اعادة التشغيل، وهتيجي حاجة اسمها اعادة التشغيل وفقا للجدول. وزي ما انت شايف كده هو معلم لك مثلا على الجمعة، هنا متعلم مثلا على الجمعة او السبت او الخميس زي ما انت حابب، مفيش اي مشاكل. التليفون ان هو بيعالج نفسه وبيعمل ريستارت، وانت طبعا بتظبط التوقيت. لو عايزه مثلا 3 بالليل او 4 بالليل بيرستر وانت نايم، عشان يهيئ لك كل التطبيقات. هتيجي على الهاتف وهتجيب الثلاث نقط، وبعد كده هتيجي على الضغط. وزي ما انت شايف كده هتلاقي حاجه اسمها هنا اهو الرد على المكالمات وانهائها، وان هو تيجي على قراءة اثناء المتصلين بصوت عالي وهتضغط عليها، واول ما تدخل جوه تخليها دائما. وهنا اي حد هيتصل بيك هتسمع على طول الاسم من غير ما تبص للتليفون. تالت ميزه اول ما تيجي على الضغط هنا هتجيب حاجه اسمها شاشه الاف، وبعد كده هتيجي على ضغط القفل الامن وهتكتب الباسورد. وان هو لو عملت جعل ممت مرئيا وقفلت الاختصار ده، لو جينا دوسنا لوك كده وهنفتح التليفون، اما تيجي تفتح الباسورد قدام اي حد مش هيظهر زي ما انت شايف كده. اما هنا اهو لو جينا هنا اهو مثلا على اقفال الشبكه والحمايه، لو فعلت الخيار ده بالمنظر ده، لو جينا قفلنا التليفون، لو حد مثلا مسك تليفونك وحب مثلا يفتح واي فاي او يعمل اي حاجه في التليفون، لازم يطلب منه هنا اهو باسورد. اما تالت ميزه واللي عجبتني جدا، اللي هو هنا اهو اول ما تيجي هنا اهو على اظهار خيارات التامين، ان انت مثلا هنا اهو اول ما تفعل كده اهو وتدوس باور وتقفل التليفون، هتعمل وضع التأمين. لو انت نايم ان هو حد مثلا استغل مثلا يمسك صباعك عشان يظهر البصمه، البصمه ان هو مش هتظهر خالص غير لما انت تكتب الباسورد، وبعد كده لو دوست لوك تاني هتظهر معاك عادي. لو المميزات دي اشتغلت معاك اكتب لي تم كده او اكتب صلي على النبي في الكومنتات ناخد صواب مع بعض. ولو ما اشتغلتش معاك اكتب لي الموديل ايه وارد عليك بفيديو. وما تنساش لايك والفولو اول مره تشوفني، ونصلي على النبي.